في شباك ريال مدريد أصبح صعب وليس بالأمر السهل. ريال مدريد بيواجه مغاير أمام بنفيكا، انتصار خارج الديار ووضع قدم في دور 16 من دوري أبطال أوروبا. الريال مختلف كليا عن المواجهة الأخيرة اللي جمعته ببنفيكا بنفس الملعب. الريال متماسك، الريال أصبح يقدم منظومة لعب كاملة تبدأ من حارس المرمى وحتى رأس الحربة. أداء رائع فيه تنظيم، كل لاعب يقدم أفضل ما لديه بتعليمات المدرب. شو اللي تغير؟ شو الفرق بين الريال أمس وريال اليوم؟ يلي تغير كتير، بس أهم النقاط اللي صلحها أربيلوها ولسه بيشتغل عليها هو العامل البدني. السبب أولا أنت بتواجه بنفيكا، نادي برتغالي معروف بصلابته وضغطه الشرس طوال عمر المباراة، وأكبر دليل هو المباراة الأخيرة بدور المجموعات اللي سجلوا خلاله هدف في الثواني الأخيرة. بس اليوم وبعد عمل 6 أسابيع كاملين أربيلوا سيطر وتقدم وحاول يسجل ويزيد الغلة في الثواني الأخيرة. ثانيا راح أحذرها أنا، دفاع ريال مدريد متحسن جدا عن أول، وتسجيل هدف في شباك ريال مدريد أصبح صعب وليس بالأمر السهل. 100% ريال مدريد من مباراة بنفيكا اللي خسر فيها بالأربعة لعب 4 مباريات استقبل فيهم هدفين فقط، وهذا الرقم بعيدا على أن مرمى كورتوا أصبح من النادر تهديده بالكرات. أربيلوا بيشتغل وطريقة عمله تعجب الكل، وقدر بظرف شهر ونص تقريبا يقلب الحال بالنسبة للريال. قدر يحوله من فريق مليء بالمشاكل والعيوب إلى فريق يملك غرفة تبديل ملابس موحدة متكاتفة، أعاد صدارة الليغا وقريب من التواجد في دور 16 من دوري أبطال أوروبا. ولا ننسى أن إقصائه من بطولة كأس الملك كان يجب أن تسبب له مشكلة ذهنية، أنه أنت كريال فريق كبير تخسر بطولة خلال الموسم. ولكن أربيلوا كان أقوى وتغلب على الصعاب، وهو يعيش فترة جيدة جدا تعيد الفريق لمكانته الطبيعية بين عشاقه. صار دورك تكتب لي رأيك عن رأيي تحت بالتعليقات، حط لي لايك للفيديو، ولا تنسى أنه اشتراك بالقناة مهم، فعل زر الجرس وشير المقطع لرفقاتك. بكبر فيكم وشكرا. سلام.